باش نوجدو طاجين ديال الحوت بحوتة معمرة وخضيرة أجيو معايا. هنا حبايبي عندنا شرمولة عادية، عندي التومة، فلفلة حمرا، نيورة، كمون والربيع، قزبور مقطع مزيان أو مدقوق. هنايا زيت العود. غادا نخلط هاد الشرمولة ديالي مزيان. غادا نزيد شوية زيت العود بانت لي قليلة. ايوا صافي، من بعد ما خلطت هاد الشرمولة مزيان دقتها جاتني هي هذيك من الملحة. صافي هنايا غادا نشارمل الحوتة ديالي على هاد الشكل هذا، من هاد الجهة ومن هاد الجهة. ايوا صافي كنشرملوها مزيان وكنخليوها ترتاح على جنب. ايوا صافي يا البنات، هنايا خديت مطيشة والزيتون، فلفلة والثومة والروز وقزبور. ومن طبيعة الحال وقيلا ما وريتكمش هنا، نسيت كاع ما صورت. زدت مليحة وشوية د الكمون، شوية ديال النيورة وشوية ديال صافي هادشي اللي درت، ودرت عليها زيت العود وخلطتها مزيان هكذا باش غادي نعمر الحوتة. هنا بان غادي نزيد شوية ديال زيت العود، بانت لي قليلة. ايوا صافي وغادي نبدا نعمر الحوتة. هنايا البنات كنت درت تعميرة بزاف، داكشي علاش والحوتة عندي صغيرة ما هزتهاليش كاملة، هزت لي هي واحد القياس. وهداك الشي اللي بقى غادا نديرو في خنيشة ونفورو، ما غادياش نضيعو، ونحطو على جنب مع الحوتة. ايوا صافي هنا عندي خيزو والبطاطا. خديت الكوكوط درت فيه هذيك الشرمولة اللي شاطت لي على الحوتة. ايوا صافي وخديت شوية ديال الماء درتو في الكوكوط. غادا نزيد شوية ديال زيت العود هنايا، وغادي ندير الخضيرة ديالي على هاد الشكل هذا. صافي حركتها باش تدخل لها فيها هذيك الشرمولة. غادا نزيد شوية ديال الماء بلي قليل. ايوا صافي وغادي ندور نحط الكوكوط طيب. هنا زدت شوية ديال الفلفلة حمراء وصافي، وستفت الحوتة ديالي على هاد الشكل هذا، وقطعت فلفلة دوائر حمراء وخضراء ومطيشة، ومن طبيعة الحال الحامض جبتها على هاد الشكل هذا ودخلتها الفران. وهكذا في الاخير كتجي الحوتة على هاد الشكل هذا بنة، ويا سلام. تلاقى بكم فيديو جديد، السلام عليكم.